السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده مع بعض هنعمل وصفة سهلة وسريعة وبسيطة مغذية. معانا كيس مكرونة نص كيلو، معانا كيس صلصة، معانا مرقة دجاجة، معانا ملح، معانا فلفل، معانا بصلتين كده متقطعين، معانا بتنجانة، معانا فلفل، معانا طماطمتين. اول حاجة حطينا حلة على النار فيها شوية زيت، نزلنا بالبتنجان التقطع اللي انتوا شايفينها دي. اول مرة نجرب الطريقة دي وقلنا نغامر كده ونجربها. حطينا هنا البصل والفلفل والطماطم، ونزلنا بالمكرونة برضو كيس المكرونة بتاعنا. حطيت معلقتين الصلصة دول، الكيس فيه يعتبر معلقتين. هنزل بمكعب المرقة برضو، هنزل بشوية ملح، بشوية فلفل اسود، بشوية كمون. هحط عليها كوبايتين مية وغطي عليها وبس كده. طريقة سهلة وبسيطة ومغذية ما شاء الله، فيها كل الخضار، نشويات وخضروات ومع بعض في حلة واحدة مغذية. تقدري تعمليها لو انت جعانة حتى في اي وقت في نص الليل. بصوا ما شاء الله الالوان دول، شوية ملح وشوية فلفل اسود بس ما شاء الله. هسيبها على النار بقى. بصوا انا حسيت ان انا عاوزة احمرها اكتر، فحطيت طماطمية واحدة في الخلاط عصرتها وقمت ضفتها برضو عليها عشان تحمر المكرونة اكتر. بس كده، ده كل اللي حطيته عليها وسبتها بقى تغلي مع نفسها كده على النار. عليت عليها واول لما تغلي معايا اهدي عليها النار خالص واسيبها بقى تتشرب كده. وطبعا مش هسيبها لحد ما تنشف خالص، انا عاوزاها جوس كده شويه معايا. بصوا ما شاء الله زي العسل كان طعمها. كنت خايفه البتنجان انه يديها طعم وحش او كده، بس ما شاء الله بيديها طعم حلو قوي. كانت جميله ما شاء الله. تقدري تعمليها لو انت حتى مبتدئه او كده. بصوا ما شاء الله، وحمرا وزي العسل. كانت ريحتها زي ريحه الكفته، مش ريحه مكرونه دي. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.